يا هلا ومرحبا، حياكم الله في الفيديو. نسبيا راح يصير طويل عليكم، بس انا مخليه يعني يطول عشان يبين معاكم تفاصيل الطبخة بشكل واضح جدا. اللي واضح قدامكم الحين هذا صوت الطيور يمي، يعني من اقعد عند الكمبيوتر يجون يمي. راح ابدا وياكم في الطبخة هذه يا جماعة طويل العمر. هي مطبق زبيدي مع حمسة ربيان بنكهة البرياني. شوف شلون طويلة وايد. فراح ابدأ في عملية المطبق، وبعدين راح نعرج على حمسة الربيان، وبعدين نطبقهم كلهم مع بعض. في البداية طبعا نبدأ بالحشو. الحشو نعيد طريقته لكم مع السمك، اللي هو عبارة عن ان احنا نحمس البصل عن ناشف بدون اي سوائل على المقلة، بروح راح تغير لونه ويصير لونه بني. شلون نعطيه اللون البني من المقلة؟ نرش عليه شوية ماي وفجأة تلقونه صار أسمر. أنا هني مسرع العملية لكن رشيته مرتين، هذا صار أسمر بني. بعدين عاد يجي دور البهارات. الزيت راح أحط له زيت خفيف كلش يكمل طبخ. الحين بس خلينا ننتبه وياكم على البهارات اللي راح انزلها. انا عادة انزل على بهارات الحشو السمك هم 5: لومي اسود، فلفل اسود، كركم، كمون، كزبرة. كزبرة بودرة مو خضرة. فنشوف الحين هذا الفيديو انا مسويه، انا اليوم قاعد اسجل، احنا بتاريخ 6 كم 20/6. هذا مسويه انا من قبل رمضان، من زمان مسويه، بس اهملت القناة. ظروف شخصية طبعا، حتى عمليات جراحية سويت. هذا مثل ما قلت لكم فلفل اسود، لومي اسود، كركم، وكزبرة، وكمون. هذا الكمون، لا والله هذا لون كزبرة، هني كمون. هذول هم 5. شوية سمنة، يا سلام على السمنة لما تنزل في محلها. هني راح تعطينا ريحة حلوة. ونخش الحشو هذا راح نخشه لأن ما نبي نحشي فيه السمكة بعد القلي. فالحين ننتظر شوية، نذوب السمنة وندش بعدين على شو اسمه القلي. الكزبرة والجبنت طبعا ضروريين حق حشو السمك. في الحشو مال اللحم والدياي هناك كشمش ونخي وكذي، هني لا، هني ورقيات حلوين معاه. كزبرة وجبنت. في ناس تحط نعناع، ما يمنع، انا ساعات احط نعناع، بس اليوم ما حبيت، ماكو لأنه بس كذي، لأن ماكو قوانين وقواعد ما يصير. دشينا على السمك. السمك إذا تلاحظون الدهن مسطح مو غزير، أوريكم يعني ضحل. شوف وايد ناس بالفيديوهات يجيب السمكة يغطسها كلها تغطس، ما يصير قلي، ما يصير فيه تحسس أطراف السمكة كذي. السمكة راح تنقلي وايد حلو، وايد ناعم. هناك تتبهدل السمكة. وإذا تلاحظون بعد السمكة ما حطيت فيها ولا شيء، فقط الملح اللي حاطه شي قبل نص ساعة ملحها، بطنها نظيف، أمورها طيبة. القلي على نار متوسطة، ما هي عالية ما هي نازلة. ماكو بهارات، ماكو طحين، ماكو أطير زفرة. يعني الهبل هذا اللي قاعد يسوونه الناس، كل ما قال أطير زفرة. ماكو شيء اسمه أطير زفرة، زفر قطة بالبحر، قطة بالزبالة بعد. المهم هذه سمكتنا تنقلي، هم سرعنا العملية عليها.
وراح نشوفها كاملة مقلية كاملة. السمك ما نحط عليه بهارات مبالغ، لأن احنا ليش شارين الزبيدية بسعر 12 دينار بالكيلو؟ إذا رحت عليها بهارات راح طعمها أي سمكة ثانية مسودانية. هذه طعم لحم الزبيدي، ما بي طعم البهارات فيها. طيبة طيبة وايد مو شوية. وبس السمكة أخذت حاصلها قلي صوبين بدون ما نعورها، بدون ما يعني نهوس عليها. نبي طعمها من داخل يصير يقولون هالأيام جوسي، يعني نبيها تكون ترفة. راح نقلبها الحين قلبة أخيرة، وبعدين نرفعها. شوفوا اللون هذا اللي طالع لنا ذهبي، هذا الجميل، هذا اللي نتعب عليه. ما نبي أكثر، ما نبي يصير لونها بني أو دوعمة، لا مو شيء. بس الحين على طول راح نرفعها بقطعتين كذي. اللون هذا الأطراف ساعات ما أكمل السمكة أكلها. المهم هذا شغلنا. أيوة. الحين الزيت نفسه، على طاري الزيت نفسه اللي قليت فيه السمكة كالعادة احنا نستعمله، لأن فيه نكهة السمكة هذه الفريش. ففي فيديو سابق أنا يعني سويت الحركة هذه، ففي وحدة تكلمت قالت ليش تستعمل الزيت؟ ما هذا الزيت زفر. الحين إذا هاي تعتقد أن الزيت زفر، شنو أسوي لها؟ أرد عليها أقول لا هذا الزيت خنين، ما راح تستوعب. أسوي لها بلوك، لا مو زين. شو أسوي؟ مجرد إني حذفت التعليق مالها، بس حذفت التعليق ما بيصير عليه، يعني حتى لو ناس يقرون بيصير نقاش وايد عليها ما تسوى. فلا، الزيت اللي عقب قلي السمكة راح يكون وايد لذيذ، وهو يرفع طعم الطبق نفسه. الحين مثل ما شفتوا نزلنا عليه البصل والبهارات الصحيحة، هيل، ورق غار. إذا تلاحظون أنا الدارسين ما أخليه يقرب يم السمك مولية أبدا، ما يقرب. الكزبرة كالعادة شوية بنت أقل، يعني نص الكمية تقريبا. وبعدين نسقيه بالماء يعترض، يعني خلاص شوية ماء. لاحظوا درجة حماس البصل أو طبخ البصل بالزيت في الفترة هذه، يعني لما البصلة تبدأ تصير شفافة. وبعدين الماء مثل ما تشوفون، ونقدر نكبس العيش كذي. طبعا عندنا العيش منقوع وخالص. المقصود المنقوع طبعا أقل شيء 20 دقيقة. في ناس يبالغون يقول لك أنا لا والله انقعد من بالليل. ليش هذه على الفاضي. بس الحين عقب ما العيش نزلناه وغيسنا الماي والملح، هني خلاص يعني نقدر نكبس العيش، نسكر عليه بالغطا ونخليه. هذا بالضبط 15 دقيقة من بداية طبخ العيش يستوي. عندنا الزبيدية طبعا هي تستوجب يعني مساعدة، يعني واحد ينزل الحشو الحين على هالوقت هذا يكون برد، فزين نقدر يعني نتحكم فيه وننزله. بعدين هو راح يسخن، بعدين نشوف شلون راح اوريكم. الزبيدية شوفوا العيش وين وصل، ها رطب للحين. ها ايه، راح اسقط الزبيدية على الرطوبة هذه، على بقايا الرطوبة اللي في العيش. يلا قاعدة الحين إذا الزبيدية، بس احنا قريناها القضي خارجي، إذا فيها جزء ما استوى كل شيء بيستوي.
قلت لكم على الحشو أيضا برد الحين يرجع ياخذ حرارة طبيعية اللي نقدر يعني نقدم فيها العيش والحشو اللي حاضرين في مستوى واحد. نيجي حق الربيان بسويه بنكهة البرياني. يعني بدايتها ببصل، البصل كذي شفاف، يصير شفاف على الزيت، طبعا ما نكثر زيت، يعني خفيف، ما يصير طبخ بدون زيت. يعني الناس يقول ليش حاط زيت؟ هو لازم زيت عشان يصير فيه طبخ، ولا بعدين يطلع طعم حراق. نزلنا ثوم، نزلنا زنجبيل على البصل، ونحرك. عصبت هني أنا، زدت ثوم، البرياني يبي ثوم. الحين راح أختصر الحميسة هذه كلها لكم، بحيث إنه صار البصل شفاف تجانس مع الثوم والزنجبيل، يبنى بهارات البرياني اللي هو أنا من زمان مريكم إياه في حلقة البرياني. يسمونه برياني، كاتبين عليه برياني مصالحة. المترجم كان خوش ريال، يحب المصالحة. المهم نزلنا بهارات البرياني، ريحتها طيبة خنينة وايد. يعني في شركات وايد ينزلون خلطة البرياني، ولكن يعني أنا فضلت هذه. عقبها طبعا ننزل الكزبرة ويا الشبنت. مع السيفود ننزل شبنت في البرياني، بس غير السيفود ما ننزل، ندير بالنا. يعني في ناس تخلط، شافتني سويت حطيت شبنت، الحين يروح برياني لحم يحط له شبنت، ما يصير، تلعب بالنكهات كذي. الروب قفشتين نزلناهم، هم نفس الشيء، راح نحركهم نخليهم يتجانسون ويا اخوانهم. اعتقد خلاص يعني الحين يدور الربيان. وخلنا نشرح لكم على الربيان شوية. الربيان اللي أنا استعمله الحين وهو ربيان، نسيت البصل، صح، بصل. بعد الربيان اللي استعمله هني ملحنا مرة ثانية. الربيان عطنا الربيان يا ريال، خلنا نتكلم عن براسي فكرة عن الربيان اللي استعمله هذا بعد ما يصيدونه في البحر يثلجونه. عرفت شلون؟ يعني هذا فريش أكثر من اللي فيه سوق السمك، لأن ما مداوي يشم الهواء اللي راح تثليج. لذلك أنا حريص آخذ من هذا أكثر من سوق السمك. طبعا سوق السمك آخذ منه، بس هذا بالنسبة لي أفضل بكثير. وعن الصفة هذه، ليه نصفه كذي؟ لا تصفونه مثلي يعني. أنا هني بس مزاجي شوية حلو وعندي وقت فصفيته كذي. احنا المفروض يعني نقلبه بالمقلة كذي قلبتين. والربيان ما فيه روح أصلا، يعني دقيقتين ثلاث يستوي. بس الحين راح نغطيه قلبتين ونغطيه دقيقتين، وتصير يعني وجبتنا مالت اليوم جاهزة. إذا شايفين يعني أنا حريص إني بس ما أعور الربيان. كل اللي أبيه في السالفة إنه ما أعور الربيان، أبيهم عدلين كاملين. وبس الحين راح ننتقل إلى هني أنا زدت بابريكا، صح، زدت بابريكا. قاعد أقول في شي زايد أنا بالأخير. البابريكا بالأخير هم يعني ما تحتاج تنطبخ وايد ولا شي، يعني هي منكهة. فحطيت بابريكا. الوجبة هذه عندي صديق قال لي أنا أشتهي طعم البرياني على المطبق، فسويت له الطبخة هذه. الربيان محموس بطريقة البرياني ومطبق سمك كويتي، ركبت وايد حلوة السالفة. هذا الجمال اللي تشوفونه من فكرة قالها لي صديق وسويناها مع بعض، والنتيجة كانت روعة.
روعة روعة. بس سلامتكم ومع السلامة.